اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ المهمات حتى هما ما نساوهمش. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا اختكم سناء في هذا فيديو جديد ونهار جديد. سمحوا لي غبرت عليكم البارح، والله البارح الا جاتني البكيه كنت نقول لكم الصراحه. كنت باغا نصور ساعه، قدر الله وما شاء فعل، والله ما ساليت. كنقول دابا غنسالي وغنصور، غندير غير هذه ونصور، غنمشي نجيب غير هذه ونصور. صدقت ما صورت، دابا قلت لهم نو غنجلس نصور هو الاول، عاد ديك الساعات الا كانت شي حاجه اخرى نديرها. المهم بدا معكم النهار ديالي بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نهار جديد، موضوع زوين. كنبغيكم اختي تكون عندكم الطاقه الايجابيه اختي نفس عميق ولوحي عليك الهم. ديري لهم الشبكه طيح الشبكه. شوفوا البنات، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا هموم. اليوم جيت نهضر لكم في واحد الموضوع اللي هو تواصلت معايا واحد الاخت في الانستغرام، لان التليفون من هنا بعدا بغيت نعتذر من البنات، لان شي اخوات يمكن ما كيكملوش الفيديو كيبقاو يكتبوا لي سنه اختي دخلينا للجروب. والله البنات راه التليفون خاسر، راه وريته لكم مرارا وتكرارا. التليفون عندي خاسر، غير يرزق الله. الا سهر ربي في شي تليفون، ولا عطاني خويا التليفون، ولا جاب لي ربي شي رزق وصلحته، راه غادي ندخلكم. انا براسي راه جالسه، البنات اللي معايا في الجروب تنسلم عليكم من هنا. اختي لبنى راه قالت لي توحشتوني، توحشكم الخير والهلا. يخطيكم صاحبتي تفرجوا فيا هنا وغتشوفوني، عقلوا فيا، عا جمعتكم تما وانتم نسيتوني. كنضحك معكم. وشكرا لاختي مليكه، تحيه ليها. مليكه الشو واقيلا القناه، وما عارفه مليكه واش قلتها صحيحه ولا لا. الله يكبر بك، ديما متبعاني مسكينه، الله يوقف معاها يا ربي. المهم اخواتاتي، جيت ندخل معكم في واحد الموضوع اللي هو الصراحه مهم بزاف ليا وليكم ولهاد الاخت مسكينه. شنو نقول لكم، من خلال المينياتور تكونوا فهمتوا الموضوع علاش غادي نهضر. هاد الاخت مسكينه تواصلت معايا. مهم قدر الله وما شاء فعل. شوفوا، الحياه كتستمر، ما واقفه الحياه لا على راجل ولا على حتى شي حاجه. حياتك تستمر اختي، ما عندك ما ديري. ها انا اختي جايه جالسه مقاده لك الشعر. اجا اختي بكينا ما غيرنا والو. آه، غضبنا ما غيرنا والو، تقلقنا ما غيرنا والو. يعني داكشي اللي مكتبو الله مكتبو، ما عندك ما غتبدلي. هاد الاخت بقات فيا والله، لحقاش بصح كتحطي بلاصتك في بلاصه الانسان. دائما اي حاجه البنات، الله يجازيكم بخير. يعني انت مثلا نعطيكم واحد المثال، دابا انا كنهضر معاكم من القلب، ماشي داك كتبقى نزوق في الهضره، خصكم تقبلوا عليا كما قلتها. مثلا انا مرتاحه، انا كنعطيكم مثال دابا. مثلا انا مرتاحه، واخا هي الراحه راه ما كايناش في هاد الدنيا، ضروري كيصادفوك بزاف ديال العقبات في الحياه. مرتاحه وسمعت واحد الاخت عندها واحد المشكل ما استهزأش به. انا كنعطيكم مثال حيت كاينين شي وحدين الله يهديهم. لا نقول، نحط راسي في بلاصتها ديما، نحط راسي في بلاصه داك الانسان. واخا انا مرتاحه مثلا ماديا معنويا، صحيا جسديا، المهم راه واخا الراحه راه ما كايناش. المهم انا كنعطيكم كمثال، دائما نسمع واحد الحاجه ندير بلاصتي بلاصه داك الانسان، او لا ما نقولش شي حاجه اللي تضر واحد اخر. قبل ما نبدا الله يسهل عليكم. وئام، انت ولا اختك دابا عاد تصوب، انت ولا اختك اللي عاد الرواح هاد الجو تيجي معاه العطيس ويجي معاه. المهم، هاد الاخت وقع ليها مشكل، تفارقت مع راجلها. مشى بحالاته، الله يعرضو سلامة الوقت هو ديالي. الله يجيبهم على خير، سالمين الغالبين. جيبوا لنا غير شي شنطات الفلوس معاهم، بعدا غابوا يديروا على شي يرجعوا ياك البنات، ما كذبتش. مسكينه. المهم شوفوا، كنحاول نهضر هكا باش حتى هي تتفاجا. عشان انا هضرت معاها وقلت لها انا التجربه ديالي وكذا ظروفي، ولكن بغيت حتى هي ما غنقولش انا تحديت كلشي، ولكن الحمد لله واحد الجانب ما بقيتش مديها فيه، تحديته، عايشه الحمد لله، واكله شاربه على قدر جهدي، ما عندناش وما خصناش، اللهم لك الحمد. شو لا درت غير برات اتاي، دائما تنقولها لكم، القناعه هي كلشي. راه تقدر وحده تجي تشوفني هكا كنضحك هادي تقولك عايشه واو، ولكن لا، راه القناعه. راه نقدر البنات، راه نحط غير برات اتاي وخبيز وناكل ونجي نضحك معاكم ونلعب عادي. لقاش هذاك ربي كتب لي نعيش هذه الحياه هكا، كتب لي الحمد لله مستورين، ما غاديش نقولوا مستورين. المهم تتزير وتترخف، تتزير وتترخف، اللهم لك الحمد. المهم حنا عايشين بداك الشيء اللي مقسم لنا الله، راضيه بقدر الله، اللهم لك الحمد. وكنطلب ربي يغير لي حياتي من هنا لقدام، ندير سكينه مستقره لبنياتي. شوفوا اي واحد عنده امل في الحياه، كنطلبوا هذا العام الجديد يا ربي يدخل عليا بشي فرحه كبيره ليا وليكم يا ربي وجميع المسلمين. المهم وقع ليها ظروف، باش مابقاش نهرب لكم من الموضوع. مع راجلها عندها بنيته ووليد.
وقيلا شي 6 شهور دابا تقريبا بحال هكايا، المهم ما كاملاش عام باش انها وقع لها هذا المشكل. مالك وحيدي دوختيني، كنشوف كنتي كتحركي وانا كندوخ في التصوير. باش البنات وقع ليها هذا المشكل، سيري حدا اختك تنسالي، سيري تنسالي وخرجي. باش البنات وقع ليها هكا شي مشاكل، ما نقدرش انا نعاود لكم المشاكل، هي عاودت لي، ولكن داكشي كيبقى خصوصي لاي واحد، لان كيف ما كان الحال كندورو حتى كنعياو كنلقاو الانسان شارك الوليدات، شارك الدم، يعني دوز واحد العشره ديال كاين اللي كتكون 14 عام، كاين منهم انا راه تبارك الله 14 عام، منهم هي حتى هي مسكينه راه تقريبا بحال هكا، حتى هي مده طويله ما عقلتش بالضبط. يعني المشاكل نقدر تعاودي مع شي وحده بينك وبينها، وهذا الوقت راه قليل اللي تلقاي تعاودي معاه، باش نقول لكم الصراحه راه قليل اللي تقدري تخوي ليها قلبك، لان الوقت شويه صعاب، لا سوا في العائله ولا في البراني. راه عاوتاني كاين شي عائله انت يتلاقاوك ما يسولوكش، ويلقاو واحد اخر من عائلتك يبقاو يبحثوه عليك، علاش ومشى وعلاش دار وعسو يدير لولادو حل، وخا انت هذوك ولادك راه متديمش كاع عندهم، ما تيعيي عليهم طريق ما حتى شي حاجه، وهما خصهم يبحثوا. الله يهدي ما خلق. المهم استغفر الله العظيم، كنتفكر هادشي كنبقى نتعصب على البنات وانا ما باغاش نتعصب، مسكينه قدر الله. المهم اي واحد عنده مشاكله، الله يهدي الرجال ديال هذا الوقت، ما كنعممش، لان انا كيتفرجوا فيا اخوات واخوان. شوفوا دائما حجر وطوب، دائما كتلقاي المزيان وكتلقاي الخايب، لا في العيالات ولا في الرجال، ما غاديش نقولوا غير الرجال اللي خايبين، حتى حنا راه حنا بخبيزتنا، كاين اللي مزيانه وكاين اللي كتلقاي المشكل منها. عاوتاني الرجال كذلك، كاين اللي كتلقاي الراجل مزيان وكتلقاي شي واحد الله يهديه ضلعه عوجه هذا ما كان. صافي مسكينه، المهم كافحت على وليداتها. دابا المشكله البنت اللي بكاها وخلاها توصل لهاد الحاله، هذاك الوقت تيقول لها بغينا نعيشوا مع بانا، بغينا نمشيو عند بانا، وهذيك راه هي الضربه القاضيه ديال المراه. ولكن انا شخصيا واعوذ بالله من قولة انا، غنقول لكم البنات انا شنو قلت ليها، ما عرفتش واش غتكونوا متفقين معايا او لا ما متفقينش معايا. المهم انا اللي قلت ليها غادي نقولوا لكم باش بزاف الاخوات تقدر وحده تستافد مني، تقدر وحده تقول لي لا سناء ماشي هكاك. المهم انا شخصيا هذه هي الفكره ديالي، وهذا هو النظام اللي غادا به انا. يعني انا هذوك الوليدات مرمى، هذاك الانسان اختار يمشي، غادي نشد وليداتي، تلاحظني على وليداتك، ندير جهدي معاهم، نتقاتل، واخا نشوف نمشي ندير الميناج، نجيبها ها كنعرق فيها ونجيبها حلاله نطيبها لدوك البنيات ولا هذا، غنجي لداري غادي نجلس قساوي. شفتوا بناتي كيف قصاني، ها انت عليه هنا اللي داويه، غادي نجيبها حلاله نطيبها نوكلها لدوك الوليدات. يعني هما راه غيشوفوا لي هذوك الوليدات، يعني تبارك الله هما راه عندها لاج كبير، بحال دابا انا مثلا وئام كتفهم 14 عام، الا بغات تتعامى وما تفهمش شي حوايج، ريتاج نديرو باقا 7 سنين او خرا 7 سنين تبارك الله، هذا الشيء راه فايق. يعني غادي نخدم على وليداتي، نتقاتل على وليداتي بما يرضي الله. شوف راه تمشي القهوه تغسلي الماعن، انا كاين اللي كيقول لك كتغسلي الماعن في القهوه وكيطيح من المراه اللي كتغسل الماعن في القهوه، انا شخصيا ما نطيحش منها. علاش؟ غادي نمشي دايره الفولار ديالي، لابسه حويجاتي محترمين، شي حاجه اللي واسعه محترمه، غنحني راسي نغسل دوك الموينات، غادي نقبض تيغرادي وغنجي عند وليداتي، راه ما كدير شي حاجه كتغضب الله. اللهم نمشي نغسل الماعن في القهوه، ولا لا قدر الله راكم عارفين كتشوفي بزاف د الحوايج، الله يهدينا يا ربي. انسان تيغضب الله، لا هذاك اللي غسلتي الماعن ربي راضي عليك، انت ما غتهزيش عينك في شي حاجه خايبه، توكلي دوك الوليدات، تقاتلي على دوك الوليدات، ربيهم تربيه حسنه. باهم هذاك الشيء تيبقى بغاو يتواصلوا معاه، يعني الا كانوا كبار تيفهموا، انت ما غاديش تبزي عليهم لا بالسيف، كيف ما انا براسي ما كنديرش داك لا بالسيف لا ولا هذا شي ساعه غضب، ولكن من بعد كل واحد حر. يعني بغاو يتواصلوا مع باهم في التليفون خليهم، نتيا ما تزيريش وما ترخفيش، يعني شويه ربي الصرامه ضروري، لان هاد الجيل الا ما تبعتيش. المهم تتكون المراقبه في المدرسه، في تسولي تعرفي صحاباتهم، تعرفي فين كيمشيو تعرفي فين كيجيو، يعني ما تزيريهمش بزاف حتى انهم يتخنقوا يبغيو يطجوا من الدار، ولكن في نفس الوقت ديري الخاطر، قري على قدر جهدك، قديتي ما ديري سوايع ديريهم. المهم كل وحده على قدر المستطاع ديالها، اساس هو تربي وليداتك تربيه حسنه، تربيهم يصليو، وتربي تطلعي فيهم ديك الروح ديال الايمان وديال الصلاه وديال كل شيء. المهم انت كديري الجانب ديالك كأم. ولكن الا شفت انا هذيك البنت مثلا ولا هذاك الولد شايفني كنتقاتل عليه كنضارب عليه كندير اكثر من جهدي، وفي الاخر يجي يقول لي غنمشي عند الوالد ديالي، راه ما غاديش نمنعه بالخصوص الا كان كبير. الا كان كبير، اما اللي كان صغير ديك الساعه راه ضروري، راه كتعرفي الانسان ما عندوش العقل، انا كنهضر على اللي كبير. انت شايفني ضاربه عليك تماره، وهذاك الانسان اختار حياته ومشى في حالاته، بغيتي تمشي عنده كون بغاك راه غيجلس.
قلت لها ما تمنعيهمش، غتجلسي مثلا ديك بنتك داك ولدك كتقول مولدي شنو داركم، ياك انا كندير كنفعل كنترك هادشي كله بما يرضي الله على قبلكم، شنو اللي داركم، يعني هتشدي بعدا ولادك كتعرفي شنو المشكل، علاش بغاو يمشيو من عندك لعند باهم، لان ما كنظنش انا غيجيو غير هكاك. كنقول لكم الصراحه، انا قلتها لها حتى هي، قلت لها شوفي حاولي راجعي راسك، يمكن تكوني كديري شي اخطاء اللي خليتي، واش زيرتي بزاف، واش داك راه بعض المرات الخوف ديالنا كيخلينا نزيروا داك الديار ولا. انا كنت كنعرف واحد السيده تصوروا بنتها كبيره، راه تبارك الله كبر مني انا، كنا صحابات تبارك الله، كبر مني انا بشي عامين تقريبا. أه تصوروا كبيره وكتبعها امها، كتقول لي راه كنشوفها كتابعاني الكوليج، راه كتبان لي راه حاضياني هكا. هذاك الشيء راه كيعقد حتى الوليدات. نراقب وليداتي ولكن ماشي بديك الطريقه اللي نخليهم يكرهوني حتى يوليو يطجوا من الدار، لا. قلت شدي وليداتك جلسيهم، قول لهم شنو ولادي اللي ضركم، شنو اللي جعلكم تمشيو وتخليوني وانا كنتقاتل عليكم، كنضرب عليكم، كندير مجهوداتي كامله عليكم. راه صعيبه، راه اي وحده تحط راسها في بلاصه هاد الام. قلت لها يمكن انت تديري شي حاجه، ماشي غنقول ما تتبغيش ولادك، ولكن داك الحب الكثير وداك الخوف تيخليك ديري شي حوايج اللي انت تيجيب لك الله حاضنه عليهم، ولكن انت في نفس الوقت راه كرهتيهم. قالت لي ما عرفتش. المهم قلت لها اول حاجه هي انك تناقشي معاهم، وإلا كان بغاو غير هكا كاينات يمكن يكونوا توحشوا باهم، ما عرفتش واش هي كتمنعهم من باهم، زعما ما عرفتش، لان حنا الكبار كنبقاو مشاكلنا بوحدنا. يشوفهم نجر ولادي ونديهم يشوفهم منو المولاه. تديك شوفوا تديك تدعيه، المهم راه بزاف يفهموني. ها انت دعيتي شنو غيكبروا الولاد، اول حاجه يكره ولادك فيك، هاكم دخلتني الحبس، ما تيبقاش واسمح فيك تتولي انت دخلتي اللهم كان عند الله. هذوك تيبقاو ولادو بغا يصرف عليهم غيصرف، بغاش يصرف عليهم الام تدير اكثر من جهدها، وكطيح وتنوض وطيح وتنوض وتمرض وطيح وتنوض وتخدم وتدمر وتجيب. مهم اي حاجه كتجيب طرف الخبز ديال الحلال تقاتلوا عليها، ماشي غير انا، اي ام. هذه هي النصيحه ديالي ليك. مرمى انت في هذه الدنيا وربي كتب عليك انك تحملي مسؤوليه دوك الوليدات الا فيها خير، ربي بغالك داك الاجر، ربي بغالك داك الاجر انك تاخدي الدور ديال الاب والام. غير هو انا بقات فيا ملي قالت لك بغاو يمشيو، ولكن ضروري البنات نتمنى نتوما تخليو لها النصائح. انا قلت غير اللي عرفني الله واللي انا كنقول لكم شخصيا يعني نقدر نطبقه، ولكن راه كاين تبارك الله معايا ناس اللي واعيين اكثر مني، تخليو لها اهلا رتوجه عاد فاقت تخليو ليها هكايا شي حاجه اللي تفيدها. والله البنات دائما نحطوا راسنا في بلاصه واحد اخر. المهم انا قلت لها حاولي، اول حاجه غديريها راجعي انت راسك، شنو كيفاش التعامل، كيفاش المهم ما عرفتش. شوفوا يعاود لك الانسان، ولكن راه ماشي بحال هي خصها تحط راسها وتجلس وتفكر وتقول كيفاش انا كنتعامل، واش هذوك الوليدات غير توحشوا باهم، واش يمكن كيتواصل وما كتخليهمش يهضروا معاه حتى انهم بغاو يمشيو، واش هو كيهضر معاهم وقنعهم بشي حاجه اخرى، ما كتعرفيش شنو كاين. الاساس قلت لها جلسيهم هضري معاهم، ما تكونيش عصبيه وتضربي وتغوتي ولا لا، هضري معاهم. علاش وليداتي شنو اللي بان لكم انا قصرت من جهتكم، يعني هذاك الطرف الاخر كون بغى راه غيبقى معانا وغنتجمعوا. الانسان تيصبر، الحياه كلها مشاكل. وشوفوا ما كاينش شي دار، ما كاينش شي وحده واخده شي راجل وما عمرها تناقشات معاه. كيكون النقاش غير بعض المرات كتلقاي شي راجل بحال كما تنقولوا دبانت وتتزنزن حتى كيجيبها هو في راسو. اما انت راه ربي بغالك داك الاجر، ولا عاونك ربي على داك الاجر، تربي وليداتك تربيه حسنه وتوكليهم طرف الخبز ديال الحلال، راه النهار غيكبروا ربي غادي يعوضك فيهم. ماشي حنا كنربي ولادنا على اساس كنطمعوا فيهم، ولكن اي وحده وليداتها هما المشروع الكبير ديالها، كتبغي وليداتها يكونوا احسن منها. اي ام، ما كاينش شي ام، المهم انا كنقول اي ام ما كتبغيش ولادها يكونوا احسن منها، لا في الحياه ديالهم ولا في الدراسه ديالهم ولا في اي حاجه. في اي حاجه كتقول يا ربي وليداتي يكونوا احسن مني. بحال دابا انا شخصيا ما قريتش، يعني والدينا الظروف، المهم ما كنلومو حتى شي واحد الله يسامح ليهم ما قراوناش. شنو انا الحرقه اللي عندي القرايه، تنقول بناتي خصهم يقراو. تصوروا كنتقاتل، كنت جامعه شي بركه هكا كنقور هكايا. عندي البنات، المهم ما غاديش نبينها لكم حيت ما كتبانش عندي هنا. الاخوات اللي تلقاوني مباشره هنا تقدر تبان لكم، اعزكم الله. عندي هاد السنه بحال في النعاس كتسحقها ليا، ولات ليا زرقاء. قلت باش ان شاء الله نمشي نشوف ندير شي حل، لان شوف المجتمع ما تيرحمش، كل واحد يشوفك شنو غايقول. قلت نمشي نشوف اما المهم نلقى لها. هو الصراحه كنت مشيت ما لقيتش الحل، كنت نشوف لي باغ واخا هما غاليين، كنت غنمشي غير عند واحد الصانع. تحيه لبنت جارتي هنا كانت قالت لي كاين واحد الصانع كيصايبهم رخاص، ولكن فاش جات القرايه شديت هذيك الفلوس ودرت لبنتي بها السونطر.
فهمتوا؟ يعني راه كتفكري الوليدات كتقولي لا. انا شوفوا انا كنقول يعني دوزت حياتي راه 37 سنه، راه ماشي صافي انسان راه دوز اللي قسم له الله. واخا تقولوا لي باقا صغيره، باقا صغيره البنات اختي تزيد في 30. خلينا شويه نديروا كوراج. كوراج البنات كوراج، واخا الدار ولا يضرنا لبسوا التقاشر خصنا نزوج رجلينا فوق السداري، المهم تعقدنا. ولكن شوفوا الحياه كلها ديالنا، ما حدنا باقا في هاد الدنيا اختي نقولوا حنا صغار. شوفي راه غير كتنوضي كتغسلي وتقادي وتيولي وديري فولار ديالك هذا كتحسي براسك ارتاحيتي. فلهذا نحاولوا حنا راه بعض المرات كنديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. كنقول لهاد الاخت النصيحه باش ما نزيدش نطول الفيديو، شدي وليداتك تحاوري معاهم، مشاكل كنتي وراجلك خليهم، يمكن صافي بينك وبين داك الشخص. شوفوا الا مكتب ربي ترجعوا راه غترجعوا على وجه الوليدات، ما مكتبش الله راه كل واحد كما تنقولوا. شوفوا كل واحد ما فرق ربي ريوس غترتاح، يعني ربي كيدير اللي فيها الخير. تحاوري مع وليداتك، حاولي ترضيهم عندك، حاولي تقنعيهم، بغاو يشوفوا باهم دي وليداتك خليهم، ما تحرميهمش، خليهم هما يقتنعوا. هما راه حدهم كيكبروا وما كيفهموا الحياه ديالكم كيفاش دايره. والله يدير لك الخير اختي وليا، والهلي يكتب على شي هذا الطرف هذا لان صعيب وحاطه راسي في بلاصتها. الله يدير لها مسلكه الخير، ونتمنى نتوما تنصحوها على قدر الفهم ديالكم. انا قد نصحت على قدر اللي انا قلت لكم، ما كنعممش ولا نقول هذا الشيء اللي قلت انا هو اللي صحيح، حاشا. انا غير قلت نتوما قولوا لي واش غلطه ولا لا. انا هذا هو اللي قلت. مرمى كضربي تماره ودوك الوليدات ما مخلياهمش، كتقطعيها من راسك وتعطيهم وما معيشهمش الجحيم، ما كتضربي ما كتغوتي يعني شوفوا التربيه كاينه، كنغوتوا عليهم في واحد الحاجه، ولكن ضروري ما كتطلقيش بزاف وما كتزيريش بزاف. ولكن الصرامه في القرايه في شي حوايج راه كتكون. باش نكون معكم صريحه، كيف ما انا غادا مع وئام بنتي بالخصوص، يعني عندها واحد ستيل تلبس في شي شكل. كنقول علاش كتلبسي هذا اللبس؟ لبسي داكشي مبنت. تقولي ماما انا كنرتاح هكا، كيعجبها داكشي ديال البي تي اس داك. ماشي كاين اللي غايقول لي لا ما تخليهاش. مثلا انا نقول لكم شنو كتبغي تلبس. كتبغي تلبس سروال الكيطمه وتلبس فوقو داكشي طويل. هي كتقول لي ماما راه كنلبس محترم راه خصك تفرحي. تنقول لها ايوا كنت تلبسي ضعيفه وتلبسي داكشي واسع. بس هكا دابا نوريكم واحد القبيه شراتها، يعني كتلبس داكشي هكا طويول وهي ضعيفه كيسرطها. كنقول لها خدي حاجه على قدك. تقول لي كيعجبني نلبس هذا الشيء طويل، راه ماما محترم وانا عاجبني، يعني كنخليها. ولكن شي حوايج الا شتا غتلبسهم ما لايقينش بها ما غنخليهاش. بحال واحد البودي شريناه فاش كنا في الشمال، باين معلق، لبساتو جا قصيور من الكرش، وليت كنقولها لبسيه في الدار. ولا لبساتو في الزنقه كتخشيه في السروال وكتزيد عليها الجاكيطه. يعني كنراقبوا في شي حوايج. يقدر هي ما يعجبهاش الحال، ولكن كتقنعيها حنا ماشي حشومه وهذا. مهم الله يهديهم، ما نزيروش بزاف، الوقت وقتهم. يعني كيبغيو يلبسوا، انا ما كنلوم حتى شي وحده كتلبس شي لبس. الله يهدي وليداتنا ووليدات المسلمين، لان هذا الوقت وقتهم. غير خصنا نقريو ولادنا الحياه كيفاش دايره والدياب اللي في الزنقه، ونربيوهم ونردوا لهم العقل. ردي اختي لوليداتك عقلهم. ولا كنتي كديري شي تصرف ماشي هو هذاك حاولي تبدليه. هذه هي النصيحه ديالي. كنت من اي اخوات ينصحوك باش تستافدي وقبلوا عليا. وان شاء الله اي وحده عندي بزاف ديال التقسيمات غادي نشارك معكم ان شاء الله. التقسيم ديال المصروف، اي وحده بغات شي تقسيم تخليه لي في التعاليق. غير كتبوا لي البنات في التعاليق لي ديتاي كامله، اولا غنخلي لكم الانستغرام لان النمره راه ما خداماش ليا. واخا كتصوني وكلشي، ولكن راه ما كيبغيوش انا يتقراو ليا. هذا مكان. وهنا غنختم معكم الفيديو. الله يدير الخير لهاد السيده وليا وليكم ولجميع المسلمين. الله يبارك لكم في صحيحتكم، في ضوء عويناتكم، في رزيقكم، في وليداتكم، في اي حاجه، في ازواجكم، في اي حاجه حطيتوا فيها يديكم. ربي يدير لكم الطريق في الضيق. وكنتمنى تدعيو معايا وتقولوا يا ربي تسهل لاختي سناء بداك الشيء اللي بخاطرها. يا ربي يا ربي ليا وليكم ولجميع المسلمين. وهنا نختم معكم الفيديو خواتاتي. بالسلامه عليكم. اي موضوع خليوه لي في التعاليق. اختكم سناء راه هنا الاشاره. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم اللي ما كنقولها لكم حتى الاخر. والبارطاج. بوسه كبيره لكم والسلام عليكم.